السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله حنديروا الوصفة تاع الشرك مسكر. نبداو على بركة الله. انا كيلت بالكاس هذايا اللي يكون متوفر نورمالمون عند كاع العائلات. ندير به 3 كيلات تاع فارينة ممسوحين، نغربلهم، نزيد معاهم مغرف تاع لافاني وقرصة تاع الملح ومغرف كبيرة تاع السكر كلاص، ونحركهم كامل مع بعض. نزيد نفس الكاس اللي كيلت به الفارينه كيل به المارغرين. انا هنا المارغرين ما ذوبتهاش كما راكم تشوفوا، كانت طريه معايا، كيلت هكا كيله غامولي تاع المارغرين. تحبوا ديروا السمن ثاني كيجي بالسمن، انا ما كانش متوفر عندي سمن، درت المارغرين. ندخل كامل نبسسها الفارينه بهذيك الاخر. وهنا كيلت كيله بين الماء والمزهر وبديت نبل بيها بالعقل بالعقل حتى نشوف العجينه تلمت معايا. قادره تدي الكيله كامل، قادره ما تديهاش كامل. دوك نشوف نوري لكم انا شحال بقى لي من الكيله تاع الماء والمزهر. نوري لكم كيفاش تعرفوا بلي العجينه خلاص ماهيش مسحقه، تزيد نبلوها اكثر. هنا كانت مسحقه، تزيد شويه، هاي تلايمت. دوكا كي نكورها هكا ونقسمها، كي نشوفها تتقسم ماشي تتقطع، معناتها خلاص هي واجده. هكا نديرها في كيس بلاستيكي ونروحو نحضروا الحشو مع بعض. هو العجينه تقدروا قعد لي ربع كاس من الكيله. تقدروا توجدوا العجينه الصباح والعشيه باش تخدموها، يعني هي تحب الراحه. هنا درت 3 كيلات تاع لوز مع كيله تاع ناقصه شويه تاع سكر، ما درتش كيله سواسوه تاع السكر، واني نبل فيها بالمزهر بالعقل برك حتى تولي عجينه، تولي تتلايم. نزيد لها المارغرين كيما في الشرك العريان كيما درت معاكم. نزيد لها المارغرين ونعجنها مليح حتى يطلق السكر هذاك العسل تاعو، ونوزنها هي والعجينه. العجينه انا هنا وزنتها 35 غرام، والحشو وزنته 15 غرام. فوالا تجي عجينه سهله في الخدمه تاعها. هنا بهذا الكاس يقطع لنا بالوزن تاع 35 غرام، تقطع لنا 20 حبه سواسوه. هنا وجدت لافاغس ووجدت العجين، ودوك نبدا نشكل فيهم. ندير شويه فارينه، هي ما تلصقش بصح نحب ندير شويه فارينه باش ما نغامرش كما قالوا. ونحط الحشو تاعي ونرولي، نحط الحشو في الطرف ونرولي عليه ونغلق مليح ونخدمها على الطروفه كيما في الشرك العريان. نخدموا الطروف ونخليو الوسط بومبي. فوالا نغلق كاع مليح وندورها نديها ونجيبها، بصح وشنو نحكم الطرف ماشي في الوسط باش تقعد في الوسط بومبي. ونشكلها هكا. انا شكلتها خليتها ترتاح حوالي ساعه، ما ثقبتهاش كي يثقبوها بالكيردون، انا ما ثقبتهاش، خليتها برك تشد لا فورم واحد الساعه باش دخلتها باش نطيبها. هاي نزيد ندير معكم حبه واحده اخرى. الفرن لازم كي قبل ما تطيبوها الفرن يكون مسخن على درجه حراره 180 حتى 200 درجه، وندخلوها طيب. ما يحبش هو يطول بزاف في الفرن، خاطر كان يطول ييبس. تمالا بها نسخنوا الفرن ويكون زايد، نشوفوه حمار من تحت، نشالو له شويه من الفوق يحمر وخلاص. باسكو لو كان يطول في الفور يكون ناقص الفور ويطول ييبس. هذا هكا نسقمها نساويها كاع ونحطها في البلاطو ونخليها ترتاح هكا. هنا وجدتهم كامل، كانوا مازالوا لي ثما كذا شويه. هنا وجدتهم وخليتهم هنا حوالي ساعه وما هكا. حطيت هذه قدام هذه باش ما تعاونها باش ما يتحلوش، باش ما تبدلهمش لافورم. وهنا كي طابوا ها متحمروا من تحت، زدت شعلت لهم غير تحمروا شويه برك من الفوق وخرجتهم. خليتهم حتى بردوا تماما، يعني هنا طابوا لي الصباح العشيه باش رحت نسكر فيهم. هنا في التسكر درت شويه مزهر، يعني ميزه يعني ماشي بالكيله، ودرت واحد المغرف ونص تاع سكر كريستاليزي.
حركتهم، بعد حطيتهم في كاسرونه، دفيتهم فوق النار، دفيتهم برك شويه ماشي سخنتهم ولا خليتهم يغليو ولا، دفاو برك شويه وجبتهم نشمخ فيهم التشارك تاعي. هنا السكر كنت غربلته، زدت له مغرف تاع لافاني هكا، نحطوه في الجفنه خير لخطر يجي هشيش التشارك. لو كان نديروه في الساشي وتبقاو تحركوا يقدر يتكسر، هكا في الجفنه خير. هنا نغطسهم في هذاك السيرو اللي درتو تاع المزهر والسكر، نخليهم يقطروا شويه ونحطهم في نربدهم، نغطيهم مليح، لازم يغطيهم السكر كلاس، نحطهم في السكر ونخليهم نغطيهم مليح كيما راكم تشوفوا هكا، شغل ندفنهم هكا، نردمهم كاع في السكر كلاس، ونقعد شويه شويه نحرك كل شويه نشوفهم ونعاود نحركهم. دوكا نوريلكم هنا كيفاش نخدموا بالكف تاعنا باش نحيلهم هذاك السكر الزايد، نحيولهم كاع السكر الزايد، نخدموا بالكف تاعنا هكا. كيفاش راكم هكا ما ترفتش، انا ما نحبهاش ترفد بزاف السكر هكا. ايوا واجده يقعد غير نغبرها، بعد كان نغربل عليها السكر كلاس من الفوق، وهذا ما كان. نكملهم كامل ونشوفهم في صحن التقديم. هلا عم يرفدوا السكر الله الله، ماشي قال لازم سخونين ولا حتى بردوا تماما باش سكرتهم. ودوك نشوفوا كيفاش يجي طري، الحشو الداخل يقعد لنا طري. هاوليك الحشو يبقى طري. ان شاء الله تجربوا الوصفه وتعجبكم، وتخليونا رايكم في الكومونتير. تهلاو في روحتكم، صحه فطوركم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.